안녕하세요 여러분 إسراء입니다. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إسراء من قناة أداء فايتر. ورجعت لكم فيديو جديد يا رجل. وهذا الفيديو راح يكون من سلسلة لماذا أحب كوريا وأنواع الكيبوبيات. هذا الفيديو للتسلية فقط، فأتمنى ما حد ياخذ على نفسه ويزعل. اوكي نبدأ بأنواع الكيبوبيات يا رجل. أول نوع من أنواع الكيبوبيات هو الكيبوبية القديمة. يعتبر هاي الكيبوبية هي تعرف كوريا صار لها 10 سنوات، وأول دراما سابعتها صار لها 8 سنوات، تعرف الكيبوب صار لها 7 سنوات، فيعني قديمة كلش. بتبعها هاي الشي وفرحانة، وعلى الأغلب عمرها يكون يعني كبير، يعني فوق ال 18، وتعرف الأغاني القديمة والفرق القديمة وشايفها مسلسلات قديمة وياه. طيب والنوع الثاني هو العكس، اللي هي الكيبوبية الجديدة. الكيبوبية الجديدة اللي هي صار لها سنة أو أقل تعرف الكيبوب أو تعرف كوريا وفرحانة بهذا الشيء، وتعرف لها كم فرقة مثلا الفرق الرائجة بهذه الأيام، وفرحانة بهذا الشيء. أول مسلسل تابعتها هي مسلسل أيام الزهور، واحتمال تابعتها على BBC، واللي هي اسمها فتيان قبل الزهور وليس أيام الزهور، وفرحانة بهذا الشيء. شنو بتعتقادكم يصير لو التقت الكيبوبية القديمة بالكيبوبية الجديدة؟ إني متحمسة كثير إني شفت كيبوبية مثلي. إني شنو فرقتك المفضلة؟ أنا أحب إكسو BTS. أو ماي جاد. يا تعرفون فرقة SS51؟ لا. تفكس كيو؟ لا. ولا FX؟ زي أغنية فضلات جيجي؟ من أنا بيبو؟ شنو؟ وتحسبين نفسك تعرفين الكيبوب؟ The next day. أنا شفت مسلسل الأطباء. أو ماي جاد جنن. هي المسلسل حلوة بس ما تجي المسلسلات أيام زمان. تعرفين مسلسل هيا نذهب إلى المدرسة؟ سؤال I love you. قصة حزينة. Thank you. اوكي يا رب ننتقل للكيبوبية الثانية، وهاي الكيبوبية هي الكيبوبية المتعصبة. هي اللي تكون عندها عالم الكيبوب والفانز، وعالم الفانز هو عبارة عن جيش، وهي جندية، وولائها لازم يكون لفرقة واحدة، وإذا حبت أو انعجبت الفرقة ثانية راح يأنبها ضميرها وتكره نفسها. هاي النوع ما يحب البنات اللي ينضمون غير فاندم ويتركون فاندم الفرقة اللي كانوا عليها، لأن هي تعتبرها خيانة وتستحق الموت. مو لهالدرجة. ممكن تسمع من هاي الكلمات: هذه الفرقة التي ضحت من أجلنا، وكل هذه الأشياء اللي سواها من أجلنا، أموت ولا أخذل هذه الفرقة، أموت وأنا أنضم إلى فرقة ثانية. أكسو بس والباقي خلص. أكسو بس والباقي خلص. أكسو بس والباقي خلص. النوع الثالث، هذا النوع أوكي النوع الرابع. النوع الرابع من الكيبوبيات هي الكيبوبية المهووسة. كيبوبية مهووسة بشيء اسمه أوبا. كل الكوريين عندها هم أوبا، وعندها من كل فرقة أوبا مفضل. وإذا سألتها شنو الأوبا مالتك أو شنو العضو المفضل اللي عندك، أوباتي سيهون لا سيهون من إكسو، جيمين من BTS، دونغي من سوبر جونيور، كيم هيون جونغ أوبا. يعني من الصعب جدا انه تختار واحد يعني خامس. النوع الخامس من الكيبوبيات هي الكيبوبية المنحرفة. للأسف هاي الكيبوبية يعني الله يهديها تحب الياوي، خلينا نقول مثل ما يقولون بالانمي بين اعضاء الفرق، وتحب وتشوف الاغاني تشوف الاغاني اللي اباحيه. يعني اكو اغاني يعني كلماتها كلها يعني اباحيه. هي تقول او ماي جاد اوبا الله الاغنيه تجنن، او ماي جاد الاغنيه تجنن. كلماتها هي شويه
كلماتها بس تجنن. او ماي جاد. الكبابية اذا بديت عدم اعجابك باغنية من هاي الاغاني قدامها راح او مقابلها راح شو تقول هم كفار، يعني اصلا هذا الشيء عندهم عادي. هاي عندها مفهوم انه تكون غير مسلم معناها تكون كل شيء، مع ان الامر يتعلق بالاخلاق وطبيعتك الانسانيه. اكو كفار ما يعجبهم هذا الشيء، واكو مسلمين ويعجبهم، مثل حواتك. هذا طبعا هذا نتاج التربيه الدينيه. كل شيء غلط لازم نسويه. تعلمنا بانه هذا السبب انه حرام. ماما ليش ما يصير اسرق؟ حرام حبيبي حرام. ماما ليش ما يصير اضرب الحيوانات؟ لانه حرام حبيبي. ماما ليش يصير اكل بدون ما اغسل يدي؟ لانه حرام. اقصد لانه راح تتمرض تدخل زين. واذا تمرضت مو زين، يعني تتمرض وتموت. واذا متت حرام. معنى هذا ماكو اسلام، كل شيء مباح. المهم تعدينا الموضوع، خلينا نرجع لموضوعنا. الكبابية رقم 6. الكبابية هي الكبابية العاشقة المجنونة. هاي الكبابية تلقى على مواقعها أو حساباتها على مواقع التواصل تكون مليانة صور لأباتها أو للشخص العضو يعني الايدول المعجبة بيه، واسمها على المواقع دائما زوجة فلان اللي هو الأبا مالتها، أم أولاد فلان، حبيبة فلان. فتحلم بانه تسافر وكوريا وتتزوج هذا الأبا مالتها. وطبعا هاي بالذات يا ويلك اذا اقتربتي من الأبا مالتها او كنتي تحبين نفس الأبا. اي مو اساسي راح تتزوج اصدق بالنهاية. وين نظاراتي؟ ما قاعدة الاقيها باي مكان. خلينا ننتقل للكبابية التالية، النوع التالي. الكبابية رقم 7 والأخيرة، وهي هاي الكبابية المتنمرة. اللي هاي الكبابية بالذات إذا مدحتي فرقة غير فرقتها أو كنتي ما عجبتك الفرقة اللي هي تحبها، دي ما تقولي لها أو دي ما تتكلمين قدامها. دائما تكون ألفاظها حادة مع الفاز الباقين، ودائما تكون أنا أحب فرقة إكسو. أنتي شنو تحبين؟ سبحان الله. أنا أحب إكسو. إكسو يجننون، إكسو كلش حلوين. يرمي أنا من النوع الأول، الكبابية القديمة. قولوا لي بالتعليقات انتم من اي نوع. هذا كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسون تدعموني باللايك وتشتركون بالقناه اذا انتم ما مشتركين، وشوفوا الفيديوهات السابقه. وتابعوني على انستغرام، هناك انزل رسومات واكون يعني متفاعله اكثر شيء على الانستغرام. و كامساميدا وأجا فايتين. هي يعني اغنيه يعني إذا ليش ما يصير أسرق؟